السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة مش عاملة وصفة أكل، عاملة وصفة قهوة الشعير. أكيد ناس كتير سمعت عن قهوة الشعير وليه إن ليها فوائد كتير جدا. ده الشعير بتاعي اهو، شايفين ده الشكل بتاعه. دي كوباية شعير، هاخدها هحمصها على النار. أنا الشعير ده كان مغلف عندي في كيس من السوبر ماركت، فيعتبر كان نظيف، مش محتاج إن أغسله. لو انت عندك جايباه سايب من عند العطار، اغسليه وسيبيه كده في صينية يوم كامل عشان يطلع أي رطوبة منه، وبعد كده حمصيه. شايفين اللون بتاعه اتغير ازاي؟ عندي بقى ايه 3 حبات، حبهين او 4، من 3 ل 4، ما تكتريش عن كده. بحمصهم معاه تبدا تطلع ريحتهم. هاخدها بقى احطها في طبق، ويسيبه يهدى شويه وبعد كده اطحنه. ممكن في ناس بتضيف قرفه، في ناس بتضيف قرنفل، في ناس بتضيف زعفران، ممكن تضيفي كل الكلام ده. بس ابدأي بحاجه بسيطه، يعني حوالين حبهين كده، وبعد كده بقى زودي زي ما انت عايزه. انا هدي عندي خلاص الشعير، هاخده بقى اطحنه في مطحن. خلاص انا طحنت عندي الكميه على مرتين. اجيب بقى برطمان معقم كويس جدا وناشف جدا جدا، واعبي فيه القهوه بتاعتي، احتفظ بيها بالتلاجة واخد منها كده ايه وقت بقى معين. قهوه انا ما توقعتش الطعم ده بصراحه يا جماعه. انا خلاص البرطمان عندي اهو اتملى، وهحطه بقى فين؟ في التلاجة. بعمل ايه يا جماعه؟ انا بجيب فنجان. الفنجان انا هزود شويه لبن صغيرين، يعني ربع فنجان، وبقيه الفنجان ميه. الفنجان بنحط معلقتين كبار، معلقتين صغيرين، اسفه، صغيرين من القهوه. هنقلبها كويس برضو كده عشان ما يتكتلش، وبعد كده نحطه على النار. تقدري كمان تضيفي سكر، انا حطيت نص معلقه صغيره لان هو فنجان صغير. وكمان في حاجه مهمه جدا، ان مش اي حد يقدر ياخد الشعير يا جماعه. فمهم جدا لازم تعرفي ان الشعير ده هل هو مضر ليكي او ما ينفعش تاخديه او لا. وهحاول هكتب لكم تحت الفيديو مين الناس اللي تقدر تاخده او الناس اللي لا، اللي مش تقدرش تاخده. بعد كده بسيب بقى القهوه دي على نار هاديه، يعني حوالي 5 دقايق كده زي ما نقول تستوي القهوه. بعد كده هصفيها كويس، لان فيها نسبه الياف كتير جدا. وطبعا اديتي تشربيها كده اديتي، بس انا صفيتها وبس كده وتتقدم. بقول لكم بقى قهوه دي فظيعه يا جماعه، انا ما توقعتش الطعم ده نهائي. بس كده الوصفه بتاعتي خلصت. يا رب تكون الوصفه عجبتك، ولو عجبتك ما تنسيش تشجعني باللايك، سبسكرايب، وفعلي جرس يوصلك اي جديد انا منزله. واقول لكم السلام عليكم.